بلعيبه عكس الناس اللي بتتاجر بالكلام. خليهم ورا الكلام وخلينا ورا الشغل. معايا العقر الكابتن شوقي غريب. مساء الخير يا كابتن شوقي. انا ذاك الحمد لله صحتك يا كابتن. هي عقر حلوه مش وحشه. لا طبعا يا كابتن احمد اي حاجه منك حلوه. الله يخليك. الله يخليك يا كابتن احمد. خليني الاول ابدا معاك على السخن على طول. يعني قصه حسام غالي، وانا اعلم انه كان في جس نبض كده بينكم وبينه لو الامور ما استقرتش في النادي الاهلي. كان يعني بتقولوا انه مرحب بيه جدا في نادي سموحه لانه لاعب كبير، وهو خاصه انه من ابنائك من ايام منتخب الشباب. هو بص يا كابتن نكون صراحه مع بعض. وحسام غالي يتمنى اي مدرب واي انسان يكون حسام غالي معاه في النادي كويس، ويكون لعيب في المجموعه بتاعته. تمام. وانا شايف اذا كانت الموضوع اللي حصل بينه وبين مستر منو والجوزيه، انا الموضوع ده عابر ممكن ينتهي في ثواني وينتهي بكله. ده حاجه بسيطه جدا لان الموضوع لم يتطرق للمشاكل الكبيره على السطح او تبقى ظاهره قدام الناس او تبقى واضحه. ده كان موضوع داخلي. نعم. وعشان كده انا بقول لحضرتك ان حسام غالي باكد لك الكلام ده هو ابن النادي الاهلي وهيفضل في النادي الاهلي. لا ده بص، مانويل جوزيه امبارح كان واضح جدا عندي، وانا برضه باكد لك حتى لو مانويل جوزيه كان واضح، حسام غالي ابن النادي الاهلي وهيفضل في النادي الاهلي. اذا مانويل جوزيه قعد قال انا مش بص يا كابتن، انا هقول لحضرتك على حاجه. هناك رموز بتبقى موجوده في النادي مختلفين الانديه وليست لها مشاكل وليست لها يعني عداوات. وحسام غالي من هذا النوعيه. يعني حسام غالي انا بقول لك من هذا النوعيه. والموضوع مش موضوع يعني انا عايز اقول برضو عايزين يعني نفترق ما بين ان انا اعمل مشاكل ويبقى مشاكل واضحه ومشاكل موجوده وخناقات والكلام ده وكده، وبين قصه بتحصل بين مدرب ولاعيب. يعني مهما كان المدرب بيقدر انه يمتص هذا الزعل، يمتص هذا الموضوع، وخاصة انه حسام موجود وبيتمرن. يعني هو لو كان في موقف ضد حسام يبقى موجود، لكن قصة ان انا يعني في قصص يانا في النادي. طيب يعني النادي. طب يعني انت كلامك مع حسام قال ان انا لا انا عمري ما اتكلمت مع حسام. شوف انا حسام اقرب الواحد ليا ولاسرتي. يعني كمان اسريا هو وزوجته واولاده والعائله بتاعته كلها واولادي، يعني وانت عارف كده يا كابتن. طيب فرضا علاقات صداقه اقوى من حلو. انت حضرتك قلت كلمه مهمه، قلت انه اي مدرب يتمنى ان حسام غالي يبقى موجود معاه. فلو حدث انه ما كملش في النادي الاهلي لظرف او لاخر، هتكون يعني اكثر الناس محاوله لضمه لصفوف سموحه. مين ممكن يعمل كده؟ النادي الاهلي نفسه هو اللي هيقول ان انا عارض حسام غالي اللي ما يبقاش موجود في النادي. والنادي الاهلي نفسه هو اللي ممكن يقول له احنا عايزينك تروح المكان ده اللي انت ترتاح فيه الى ان تستقر الامور. تمام. لكن حته ان انا اقحم حسام او يبقى حسام بينه وبين النادي مشكله او اي مشكله ويبقى في استغلال المشكله، ده بصراحه. بس خلي بالك النهارده تصريح الدكتور اسماعيل فايد نائب رئيس النادي قال ان احنا مهتمين جدا بضم حسام غالي. يعني شوف انا بقول لك ايه، يعني كلمه دكتور اسماعيل فايد وبقول مهتمين غير كلمه ان احنا قعدنا واتكلمنا وشفنا لم يحدث ان انا شخصيا لم يحدث ان انا قعدت مع حسام خالص وتكلمت في هذا الموضوع. ويمكن يعني انا قابلت حسام في مع حضرتك لما كنا في العزاء. تمام. بتاع اخت محمد فضل. نعم. اخت محمد فضل. وكلامي كان لحسام يا حسام هذه الامور وهترجع تاني دي. طيب هو عموما الخبر اللي كان عندنا من كام يوم والمصدر ما زال يؤكد صحته، انه هو حسام كان في زياره الاسكندريه وحدث لقاء. لا ما حصلش كده. وحدث لقاء بينه وبين المهندس فرج عامر. لو عندك المصدر وعندك اي مصدر موجود، انا بقول لك المصدر اللي قال لك كده غير صادق. طيب ما علينا. انا هقول لك غير صادق لسبب. استحاله يكون قاعد مع المهندس فرج او استحاله يكون قاعد مع حد من النادي وهو عارف ان شوقي غريب هو المسؤول في النادي ده. وعلاقتي بيه قلت لك علاقه ابويه مش علاقه. طيب. علاقه لعيب كان عندي. خليني بصراحه. طيب خليني اسالك حتى خارج مصر مش موجود في مصر. طيب قصه سيد حمدي هل بالفعل ابديت الرغبه في ضمه؟ ولا اتكلمنا مع حد خالص. برضه نفس القصه انا بحكي لك اهو. لكن انا عايز اقول لك على حاجه يا كابتن احمد مفاجاه. انا اقولها لك باذن الله قبل 1/6 انا هعلن قائمه 23 اسم اللي هيلعبوا الموسم الجاي. قبل 1/6 ده انت جهزت نفسك تماما.
مين؟ انا القائمه بتاعتي لغايه دلوقتي 22 لعيب واخد فيها موافقه مجلس الاداره. احنا عندنا مجلس اداره محترم طبعا برئاسه المهندس فرج. عندنا لجنه كوره وناس كلها ناس محترمه وناس موجوده وناس يعني بصراحه يعني انا قعدت معاها ناس خبيره وناس بتفهم في المواضيع ديت وفي الامور التجاريه بالذات والحاجات دي. وعايز اوصف لك حاجه انت مش هتصدقها. ان انا عقود السنه اللي فاتت اللي المفروض كان نادي سموحه يدفعها بالكامل تعاقداتنا كلها اللي انت شايفها دي كلها اقل من السنه اللي فاتت كمان. يعني لما نقدم كشف حساب ان انا كان المفروض ليا ان انا اتعامل مثلا بمبلغ فيه 30 مليون جنيه انا عقودي هتقل عن هذا الرقم. طيب كويس، خليني اسالك يعني مفيش خساره. طيب اللاعب رقم 23 هل فعلا هو المعتصم سالم زي ما سمعنا؟ فعلا تم توقيع العقد مع المهندس فرج مع معتصم سالم. وكان الموضوع خد مشوار كبير في المفاوضات والكلام ده ولجنه الكره برئاسه المهندس فرج وهو فعلا تم. انا كان من ضمن الاسماء اللي انا حاططها من ضمن الاسماء وبلغوني النهارده ان كل حاجه تمت وكل الامور تمام ومعتصم اصبح من الان لاعب في نادي. كم لاعب ضمته يا كابتن شوقي؟ انا معتصم في صفقه حره لسنتين. امير في صفقه حره سنتين. امير عبد الحميد. نعم. امير عبد الحميد وخمس لعيبه على سبيل الاعاره من النادي اللي هم محمود عبد الحكيم. ايوه. عبد الحكيم وعبد العزيز توفيق. نعم. وايهاب المصري. نعم. ومحمود شاكر وايمن سعيد. في لاعبين تانيين ولا هم اكتفيت بدول؟ لا، في الياسو وقع مع المهندس فرج برضه مع اداره النادي. تمام. الياسو وقع لسموحه. وقع مع لجنه الكره في سموحه النهارده. لكن حتى الان عقده لسه لم يوقع من النادي المصري. تمام. اوكي. ادي الياسو. لكن اللاعب ابدى رغبته رسميا باللعب النادي سموحه. تمام. حد تاني غير اللعيبه دول يا كابتن؟ لا، ما انا قلت لك اللعيبه اللي عنده اهو. يعني معنى كده ان في جلسه مع لجنه الكوره المسؤوله في النادي هيحددوا مين اللعيبه. هنحدد مع بعض مين اللعيبه اللي ممكن تتأيد معانا للموسم الجديد، مين اللعيبه اللي موجوده. لسه ما قررتش المستبعدين حتى الان. لا 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 خالص يا كابتن احمد. خالص. يعني انا قعدت مع لجنه كوره اتناقشنا وعملت لهم تصور ليا وعملت لهم ميزانيه وعملت لهم كل حاجه والناس الكوره وافقت على كل شيء. لان هي لقت في النهايه ان قيمه التعاقدات الجديده بالاسماء اللي بقولها لك دي كلها هتبقى اقل من السنه اللي فاتت. طب جهازك كما هو؟ انا جهازي سلمت الورقه بالجهاز الفني بتاعي. ليس في جهازي اي تغيير في اي فرد من افراد الجهاز خالص. سواء كابتن عاطف حنفي او كابتن حماده صدقي او كابتن كمال عبد الواحد او سلام او اسامه او الجهاز الطبي الدكتور مؤمن الدكتور مفيد. كل الجهاز اللي موجود وكابتن عبد الباري وعمرو كل الجهاز اللي معايا موجود. السنه اللي فاتت ناس اشتغلت بصدق. ويكفي ان هم خلال الشهرين دول احنا بص يا كابتن هي كانت في ميزه نادي سموحه كان ذكي فيها جدا. وانا بقول لك ده ذكاء من برضه مهندس فرج واداره النادي. لما جم صمموا ان العقد يبقى سنتين. لما حصلت المشكله دي كل الناس بتفكر، كل المدربين اللي بتفكر الانديه بتفكر هنمشي المدرب ولا نقعده، هنجدد ولا نقعده. انا كانوا بيتكلموا معايا هنجيب مين ونمشي مين ونعمل مين عشان نعمل فرقتنا. كل التمنيات بالتوفيق ليك. وعشان كده بقول لك ان احنا باذن الله لما نيجي نبتدي فتره الاعداد اللي هتبتدي 1/6 هيكون ال 23 لعيب اللي بيبتدوا بجانب 6 من ناشئي النادي المميزين. هيكونوا موجودين معاهم 24 لعيب و6 مميزين فعلا. كل التمنيات بالتوفيق. لان انا هنمشي في الخطين برضو بتاع اللعيبه الناشئين في النادي وهنمشي في حته اللعيبه اللي هم موجودين بحيث اللعيبه الناشئين دي في مدار السنه الجايه تاخد وتاخد وضعها في النادي زي حمودي وهشام فتح الله. كابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي سموحه اشكرك وكل التمنيات بالتوفيق. نذهب الى اسبانيا بصحبه المهندس عدلي